السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم، كيف حالكم؟ يا شيخ، أنا أبشركم بأن هناك في داخل إيران الحمد لله يعني تحول كبير جدا وغير مسبوق. أنا أقول بكلام واضح وصريح، أنا في نظري التشيع في إيران انتهى، وأعداد الشيعة في نقصان يوميا، وأعداد أهل السنة وخاصة المهتدين في ازدياد يوميا، والحمد لله. عندما تزور مدينة من المدن الكبرى في إيران ما تحس أنك في مدينة وفي بلد إسلامي. في مدن الشيعة بخلاف مدن السنة لا تسمع صوت أذان، ولا ترى مصلين، ولا ترى صائمين. المساجد يعني خالية، ما أحد يصلي فيها. والناس يعني بسبب السياسات الخاطئة للحكومة. الحكومة ظلمت الشيعة وظلمت السنة. بسبب هذه السياسات. الشيعة حاليا في إيران يعني الذين كانوا باسم الشيعة ما يريدون الدين، ما يريدون التشيع، خرجوا من كل ما له صلة إلى الدين. بس هم باسم الشيعة، بس يعني بالاسم هم شيعة، ولكن في العمل ليسوا هم يعني شيعة، ولا يريدون التشيع أساسا. والحمد لله أعداد المهتدين كثيرة وكبيرة جدا، والحمد لله. وأهل السنة والجماعة عندهم نشاط قوي في الداخل، سواء في الإعلام. الحمد لله صار يعني المواقع التواصل الاجتماعي يعني ميدان يعني لدعاة أهل السنة والجماعة، وهناك نشاطات كبيرة جدا في الداخل، وهناك نشاطات لدور نشر أهل السنة والجماعة في طباعة الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.